النيابات. 72 ساعة ما شفتش النوم شكله ايه؟ 3 أيام النهارده لا أكل ولا شرب. ما باكلش ما بشربش، بطني بتتقطع من جوه. من كان يصدق أن مباريات كرة القدم ستصل بنا وبأبنائنا إلى تلك الحال المتردية، المدرجات التي كانت مصدر بهجة وفرحة واستمتاع صارت تصدر إلينا الكوارث والأزمات بل وأجراس الخطر الداهم نحو مستقبل مبهم يهدد ملاعبنا في كل مكان. شباب يخرج لمؤازرة فريق أو آخر، وأهال ينتظرون عودة فلذات أكبادهم، ثم تكون الكارثة. إنهم لا يعودون، مطاردون، متهمون ومحتجزون. ووسط دموع الفزع تبدأ رحلة عذاب يدفع فاتورتها الباهظة أب مرعوب على مستقبل ابنه الذي فارق أوراق مستقبله وهجر حجرة دراسته، وأم لم تعد تبغي في الحياة سوى لحظة لقاء تطفئ نار القلب في عز الشتاء. مقبوض عليه الساعة 12 ونص. طبعا هم دخلوا بدري على اساس ان هم بيخشوا يحجزوا مكان وفي نفس الوقت يعرفوا يتفرجوا براحتهم، لكن اللي حصل ان لما دخلوا بدري دخلوا المدرجات شبه خاليه، والظباط موجوده في المباحث بتحاول ان هي تمشط المكان وتنظفه، فهم قاعدين وفجاه لقوا شنطه اتحدفت من بره. الشنطه لما اتحدفت وقعت قدام مين؟ قدام ابني وقدام ابن زميله اللي هو ساكن معانا في نفس العماره. فجه الظابط بيقول له بتاعت مين يا ابني الشنطه دي؟ قال له ما اعرفش. قال له ازاي ما تعرفش؟ اذا كان هي محذوفه قدامك. قال له طب هي محذوفه من بره. قال له طب بس هاتها وتعالى. قام جاب له الشنطه فتحها، لا انا ما سمعت بيقول ان فيها 4 شماريخ. قال له مش بتاعتي. قال له لا دي بتاعتك، هي محذوفه لك. طب ازاي؟ المهم راح واخده وراح محطه في العربيه وراح موديه على اسم المناخ. طبعا الكلام ده كان الساعه 12 ونص. قعد محجوز في الاسم لغايه الساعه 9. جالي تليفون من راجل، بفتح الموبايل، قال لي انت والد احمد سليم؟ قلت له ايوه. قال لي ابنك محجوز في اسم المناخ وهو كلفني ان اتصل بيك. قال لك ان العرض باكر يوم الجمعه. طب يا جماعه في نيابه بكره؟ قالوا ده هتتفتح مخصوص له. طب نيجي الساعه كام؟ قالوا الساعه 10. 10 دي دخلت اقسم بالله للساعه 12 ونص بالليل. لما قابلك هو اترمى في حضنك عيط، انت عملت ايه؟ طبعا انا عيطت قبله. قال له بابا انا زعلان عشانك، زعلان على اللي انت عملته، انت راجل مريض والحمد لله رب العالمين انت وقفت معايا، لكن ده ازمه وهتعدي ان شاء الله وما تزعلش ومش هتكرر تاني. 72 ساعه ما شفتش النوم شكله ايه؟ 3 أيام النهارده ولا اكل ولا شرب. ارتكب ايه؟ ونفاجئ 12 ونص يطلع قرار النيابه 15 يوم. ايه ده اللي بيقتل ما بياخدش 15 يوم. كل حاجة في البيت حزينة، كل حاجة، كل خطوة في بيتي بمشيها بحس إن فيها حزن. أنا مش طايقة أقعد في البيت، بقعد ألف طول النهار في البيت، مش عارفة أقعد، مش عارفة أنام، ما باكلش ما بشربش، بطني بتتقطع من جوه، يعني القلب من جوه مكوي. ليه بس؟ ده أنا محتاجاه لعلاجي، محتاجاه يقف جنبي، محتاجاه له كل حاجة. ده احنا ما بننامش الا بيه، ده يروح درس ما بنامش الا ما ابني يرجع. ازاي اقدر ان انا اتحمل 3 ايام كده بعيد عن ابني وحيد مفيش غيره. الصبر طيب يا ابني، احنا ساكتين والقيادات السياسيه يعني الحمد لله بدات تتحرك، وان شاء الله الفرج جاي قريب، اذا ما كانش بكره هيبقى بعده. دي قرصه علمتك
انسى الكوره عشان خاطري وشوف مستقبلك. انا مش عايزه من الدنيا غير ابني، ولا عايزه اكل ولا عايزه شرب ولا عايزه اي حاجه غير ابني بس. اشوف ابني في قلب بيتي اطمن وقلبي يرتاح. احساس صعب جدا لما يكون اب يلاقي ابنه مش جنبه، وخاصه لو كان ابن، حتى لو كان ابن مذنب وابني مش جنبي يبقى صعبه جدا. ما بالك لما يكون ابني مظلوم، هيبقى الاحساس طبعا ضعف. ان انا الاقي ابني مش جنبي ولا ابني بعيد عني، ده شيء صعب جدا عليا، وخاصه لما يكون ابني في الثانويه العامه. اقول ايه طيب؟ يعني انا مش في ماتش او مدرجات او استاد دلوقتي حتى في التلفزيون، الشعور اللي بيجي لك ايه؟ حاليا، لا حاليا بيبقى في استياء تام، استياء تام، خوف على كل اللي موجودين في المدرجات. لو كل ماتش هيتاخد مننا 10 15 واحد بالطريقه دي حرام، لان لو هم عملوا حاجه احنا مؤيدين ان هم يتعاقبوا. بالنسبه للثلاثه بتوع سعيد اللي هم الوحيدين اللي اتاخدوا، الناس دي اللي اتاخدت من الاستاد الساعه 11:30 الصبح. دي المجموعه بتاعتنا، احنا بنشتغل في الاستاد من اول الدوري ما يبدا. كل ماتش في بورسعيد بنروح الاستاد الساعه 9 الصبح. انا عندي الصور اللي تثبت ان الناس شغاله من الساعه 9 الصبح، عندي الصور دي متصوره، عندي الناس اللي كانت متواجده في الاستاد، عندي الفيديوهات بتاعتنا اللي حصل ان الناس بتاعتنا شغاله وكان في شنطه فيها شماريخ. استاد بورسعيد الاستاد الوحيد في مصر كلها من اول الدوري ما بدا لغايه دلوقتي ما ولاش في شمروخ واحد. احنا اصدقاء احمد سليم ومحمد حسن شليل ومحمد هاني. المجموعه دي احنا مجموعه جرين ايجلز. المجموعه طلعت تعمل الدخله من الصبح، ففوجئوا اللي هم بعد ما عملوا الدخله وعاملين كيري وجلاد وعاملين تيفو نازل، ففوجئوا بعد ما نزلوا نازلين يجيبوا فطار، طلعوا لقوا الدخله متقطعه واللي فيه شنطه فيها شماريخ موجوده في الاستاد، والحكومه طلع اخداهم وهم ممسكين من الساعه 11. رحنا اسم المناخ احنا والمشرفين بتوع الجروب، رحنا اسم المناخ عشان جبنا لهم اكل والمساعدات وكده، فهم قالوا لنا اللي هم يطلعوا بعد الماتش. اتمنى ان يكون بروح القانون والرحمه عشان الولاد دول ثانويه عامه، ومش شرط ان يكون هم دول اللي عملوا الشغب قبل كل شيء. يعني مين اللي بيعمل شغب بيهرب بيجري، لكن اللي واقف ده اكيد مظلوم. يعني مش عاوزين نعمل كبش في ده، ويكون في يعني الرحمه. ومن خلال هذا البرنامج بنقول للساده المسؤولين، يعني نرجوهم ان الناس تخرج عشان الطلبه، وفي ناس 17 سنه